شكرا مهندس حاتم عزام. شكرا لإعطاء الكلمة. أعتقد أن هذا المجلس فيه مجموعة من أفضل سياسيين مصر. نحن غدا أمام تحدي في يوم العيد الأول للثورة المصرية، ذكرى الثورة المصرية. لو لم نخرج اليوم بتوصيات واضحة ومحددة وقليلة تشفي غليل أهالي الشهداء، فأقترح أولا أن يعلن اليوم عن إنشاء اللجنة. سيادة الرئيس، لجنة تقصي الحقائق لو أعلن عنها اليوم بحسنا السياسي يا فندم تعلن أن هي شكالة هذه اللجنة برئاسة الأستاذ أشرف أو الدكتور أشرف، وعلى أن تستكمل عضواتها بعدين. نمرة 2، نصيغ 3 أو 4 حاجات محددة في بيان مع إعلان اللجنة. وشكرا. طيب حتى نكون عمليين. حاضر. الأمر الآن بدأ يتبلور في اقتراحات عملية. أطلب من حضراتكم دلوقتي في رأي عام داخل المجلس ان علشان بكرة 25 يناير ولا بد ان يشعر الميدان ويشعر الناس ان المجلس عند مستوى طموحاتهم، والناس بيطلبوا ان نضمن مقترحات محددة 1 2 3. حاضر اخلص بكلامي. مقترحات محددة 1 2 3 ونصدرها في بيان، واولها لجنة تقصي الحقائق. اللي معاه اقتراح واحد فقط من دون مناقشة يقوله. هندون هذه الاقتراحات ومكتب المجلس هيصيغ البيان باسمكم وفقا للاقتراحات اللي هتقولها، وهيصدر عن المجلس. هأعطي بعض الكلمات لاقتراحات محددة 1 2 3. حاضر. اتفضل. الإخوة الزملاء، الذي يريد أن يتحدث يذكر اسمه، لأن الزملاء اللي بيكتبوا في المضبطة بعض الأسماء أو كثير منها مش معروف، فالمطلوب من الذي يتحدث يذكر اسمه حتى يكتب اقتراحه باسم